مرحبا، يسعد اوقاتكم. ان شاء الله تكون اموركم كلها منيحه وكل شيء تمام. كالعاده حلقه جديده وصفه جديده. اليوم بدنا نعمل وصفه كتير طيبه وبنفس الوقت وصفه كتير سهله. ما في حدا منا ما بيحب الدجاج مع الثوم مع الحامض مع البطاطا، طعمات بتجنن. رح نعمل اليوم صينيه دجاج مع بطاطا وثوم وحامض. هلا انا هون عم استخدم صدر دجاج. اللي بيحب فخذ دجاج في يستخدم فخذ، اللي بيحب فروش كامل بيستخدم فروش كامل. هيدي الاشياء بترجع على كل شخص شو بيحب، بس نحن بنعطي المقادير الصحيحه وبنعطي الطعم الصح. وكل انسان اذا بده يضيف شيء او بيلغي شيء ما بيأثر، بس نحن رح نمشي على الطريقه المضبوطه. لا اول شيء انا في عندي هون صدور دجاج، بطاطا، عصير ليمون، عندي توم، روزماري، في عندي اوريجانو، فلفل اسود، ملح. هيدي كل المقادير. هلا اول شيء بدي اعمله بدنا نقطع صدر الدجاج. هلا في عندي صدور دجاج بدي اقطعهم انا قطعه كبيره. تعال نعمل الكميه كلها. هلا في عندي تقريبا انا شي راس توم، هلا قد انا مقشرهم مجهزهم، بحطهم هون وبدنا نحط لهم شويه ملح وبدنا ندقهم. هلا بدي اضيف فوقهم معلقه اوريجانو صغيره ونص معلقه فلفل اسود، ونرجع نحط لهم معلقه ملح وكنا حاطين لهم شوي مع الثوم. هلا بدي اضيف فوقهم تقريبا شي ربع كوب زيت زيتون، عم اخلطهم كلياتهم بالمدقه تبع الثوم لناخذ الطعمات كلها. هلا بدي اخلط المكونات مع الثوم كتير منيح، خلي كل الطعمات تاخذ من بعضها. كمان بدي اضيف لهم عصير الحامض، حامض على قد ما بنحب نحن الحامض بنضيف. هلا انا حطيت لهم تقريبا شي ربع كوب حامض. هلا بخلطهم منيح مع بعض. رح اضيف التتبيله هون، بدي احط معهم الروزماري، خلطهم شوي وبخليهم بالصوص لبين ما نقطع البطاطا ونجهزها. هلا انا عم اقطع البطاطا نسبيا قطعه كبيره شوي، تقريبا هيدي تطلع معي 3 أو 4 شقف، وبدي اكبر لهم شوي. بنرجع بنعمل اللي بعدهم اصغر بشوي. هيدي بعملها 3 شقف. هالحجم هيدا كتير منيح. هلا بنحط البطاطا بالصينيه اللي بدنا نشويهم فيها. بدي احط للبطاطا رشه ملح ورشة فلفل أسود، نوزعها على الكل. هلا هي بشكل عام السوائل اللي حتنزل أو الخلطة اللي عملناها مع الدجاج حتنزل مع البطاطا، بس أنا بفضل تبع هيدا الأسلوب. حط لهم شوية بطاطا عفوا شوية زيت، شوية ملح وفلفل أسود قبل ما أرجع أضيف عليهم خليط الدجاج. هلا رح أحط خليط الدجاج فوق البطاطا. هلا بدنا نغطي الصينية، بدي سكر عليها بورق زبدة وبدي أرجع كمان أحط فوقها سانيتا. هلا عم نسكرها كثير منيح بالسانيتا. هلا بدنا ننتبه على شغله دائما وقت بدنا نشوي بالفرن، هيدا الوش اللي عم يلمع بنخليه لتحت لانه هو بيعكس الحراره، وهيدا الوش الخشن ما في لمعه بيكون لفوق. هلا بعد ما سكرناها كثير منيح بنفوتها على الفرن. تقريبا رح تاخذ معنا شي ساعه. انا حاط الفرن محميه مسبقا على درجه حراره 200 220. هلا بالوقت اللي نحن عم نحضر فيه الدجاج مع بطاطا بالفرن انا بحب اعمل معه الرز. هلا حاعمل انا رز بشعيريه، اللي بيحب يعمل رز ابيض يعمل رز ابيض. انا بحب الرز بشعيريه اكثر وبلاقي اطيب معه. بدي احط هون شويه سمنه، بدي احط معهم شويه زيت نباتي كرمال اول شيء نقلي الشعيريه. هلا نزلنا الشعيريه عم نقليها تنحمر تاخذ لون. انا هون قبل بوقت في عندي رز ايطالي نقعه ومغسله كتير منيح. بعد ما نقعنا الرز غسلناه كمان، يعني قبل ما ننقعه غسلناه كتير منيح تنتخلص من اكبر كميه نشا فيه. هلا حصفي الرز كرمال بدي اضيفهم مع الشعيريه، بدي احمصهم شي دقيقه لدقيقتين على نار واطيه تتفتح عنا حبه الرز. هلا اضفنا الرز مع الشعيريه. هلا بعد ما حمصنا الرز بدي اضيف عليهم المي السخنه عندي هون، ضيفها فوق الرز. بدي خليهم على نار عاليه بتصير عندي المي بمستوى الرز. اول شيء هلا حضيف لهم مكعب مرق دجاج، بدي احط لهم ملح. ما بدنا نكتر ملح، اول شيء بنرجع بندوق لانه دائما مكعبات مرقه الدجاج يكون فيهم كميه ملح. هلا بهالوقت عندنا هون تقريبا الدجاج استوى. انا طلعتهم من الفرن ريحتهم بتجنن مع بعض، ريحه الثوم مع الروزماري مع الاوريجانو ريحه كتير حلوه. هلا بعد ما صارت عندنا المي بمستوى الرز رح احطهم على اوطى نار هاديه كتير. بدي غطي عليهم وبدي اتركهم تقريبا حوالي ربع ساعه او اقل شوي تيكون استوى عنا الرز. عنا بهالوقت استوى الرز واستوت عنا صينيه الدجاج مع بطاطا، ريحتها بتجنن بتشق القلب. هلا وصلنا للمرحله الاهم دائما، هي المرحله اللي بدنا ندوق فيها الاكل. حناخذ شويه رز نحطها هون بالصحن، ناخذ معها شويه بطاطا دايبه مستويه، باخذ معهم قطع دجاج وشويه من هالصوص الطيبه اللي فيها كل الطعمات. هندوق. بسم الله.
طعمة خيال بتجنن. طعمة الروزماري مع الحامض مع الثوم طعمة خيال، شي بجنن.